جالنا استفسارات عن فضيحة بطولة العالم لكرة الجرس للمكفوفين. هي فضيحة بكل المقاييس. خلينا نشرح ونتكلم عن الموضوع بشرح وباستفاضة عشان نقدر نوصل ان الموضوع جه ازاي وهدفه ايه. هو القصة ما هياش قصة نصب، مش قصة ان انت بعت ناس تلعب بطولة للمكفوفين وهم مش مكفوفين عشان يروحوا يجيبوا البطولة ويرجعوا. لا، الموضوع اكبر من كده. خلينا نمشي مع بعض واحدة واحدة لحد ما نوصل للغرض من الموضوع ده. البداية هي بتكون وجود او انشاء جمعية خيرية للمكفوفين مثلا، وعلى هامش الجمعية دي بتؤسس نشاط رياضي، وبيتم من خلال النشاط دوت التواصل عشان الاشتراك في بطولات مثل هذه البطولة. هي بطولة كرة الجرس المكفوفين أو أي بطولة بتكون لذوي الاحتياجات الخاصة. وبعد ما هذه المؤسسة أو هذه الجمعية أو بيكون باسم نادي، بيبدأ ياخد الموافقة ان هو يسافر عشان يلعب البطولة ديت. وغالبا بتكون البطولات دي في اوروبا، لان هم اوروبا اللي بيكونوا عندهم المقر لهذه البطولات. وبعد ما بتاخد الموافقة من الدولة المنظمة للبطولة، بتبدأ تتعامل هذه الجمعية مع وزارة الشباب والرياضة في الدولة، وبتروح تبعت لهم ان احنا خدنا موافقة، احنا يعني مؤسسين جمعية فلانية وعايزين نسافر عشان نلعب البطولة الفلانية، وجالنا الموافقة وعايزين نسافر. فبيبدأ يطلع لهم باسبور من مديرية الشباب والرياضة التابعة ليهم، وبيكون الباسبور دوت مختوم من وزارة الشباب والرياضة ومختوم من وزارة الخارجية ايضا. يعني بكده التأشيرة طالعة رسمي. لحد كده الكلام مظبوط، في اختلاف؟ ما فيش اي اختلاف. بيبدأ يعني يطلع الشباب او يبدأ يسافر الفريق اللي هيلعب البطولة دي. في الحقيقة هو فعلا ما بيكونش في ناس مكفوفين او ناس ما عندهمش الإصابة ديت، وبيسافروا شباب عاديين خالص، مش علشان يلعبوا البطولة، لا، عشان يهاجروا برا البلد. بالظبط، عشان يهاجروا برا البلد. طب احنا كنا محتاجين البطولة دي يعني عشان كده نبعت الناس وخلاص هيجيبوا لنا البطولة؟ لا، احنا قلنا ببساطة ان الموضوع ملوش علاقة باللعبة اصلا. الموضوع اكبر من كده بكتير جدا. الموضوع ان مفيش اصلا جمعية، وهي بتكون عبارة عن مشروع اعتقد انه تجاري لتحقيق بعض المكاسب من خلال سفر الشباب عن طريق هذه الطريقة، وبيكون بمقابل مادي كبير جدا. ان انت بتسفر واحد لاوروبا وبيكون سفره رسمي 100%، الراجل معاه باسبور ومعاه التأشيرة بتاعته ومعاه كل حاجة مختومة من وزارة الشباب والرياضة ومختومة من وزارة الخارجية، وكل حاجة تمام التمام يا معلم. فخلاص انت كده سافر وانت مطمن، والموضوع ما بيكونش فيه اي صعوبات ولا اي عقبات، لان اللي بيقوموا بهذه الحالة هم ناس متمرسين في الموضوع دوت، وفي نفس الوقت هم عارفين هم بيعملوا ايه، لان غالبا بيكون ده شغلهم لانهم مسؤولين في الدولة. الموضوع ان دي هجرة غير شرعية بس بشكل رسمي او بشكل شرعي. هتقول لي ازاي؟ هقول لك هو كده، هم الراجل بيسافر على سنه رايح يلعب، وان هو طالع اللي بيمثل اسم مصر في بطولة خارجية في العالم، وفي النهاية هو بمجرد ما بيوصل للبلد اللي هتلاقي فيها البطولة بيخرج وبينطلق وما بيرجعش البلد تاني وبيعيش حياته بره. وطبعا زي ما احنا عارفين ان خاصة لما بتكون البطولة في اوروبا، او بمجرد ما بتحط رجلك في احدى دول الاتحاد الاوروبي، فالموضوع بيبقى بالنسبة لك منتهي. بتقدر تنتشر في جميع البلاد وبتقدر تروح المكان اللي انت عايزه. هي حاجة كده عاملة زي الهجرة الغير شرعية اللي احنا بنعاني منها من سنين، اللي هي عن طريق البحر، بس ده أأمن شوية.
عن طريق البحر في غرق وفي ناس بتموت وفي مش عارف ايه والكلام من ده. لا، الموضوع هنا ما فيهوش كل التجارب دي حاجة آمنة جدا ومدروسة كويس ومعمولة كويس قوي. في هنا يعني الغريب اني طب انت دلوقتي رايح تلعب بطولة للمكفوفين، مش المفروض اللي بيكونوا مسافرين بيكون عندهم ان هم يكونوا مكفوفين وكده؟ هنا ما بيسافرش بالمنظر ده، والغريب ان هو ما بيتكشفش عليهم اصلا، يعني ما بيكشفش ان كنت المسافر ده كفيف فعلا ولا هو انسان عادي، ولا بيتم ده عن طريق الوزارة ولا عن طريق الدولة ولا حتى بيتم في المطار ولا في اي حتة. هم بيروحوا مسافرينهم على طول، والله اعلم بيكون وما خفي كان اعظم. هو الموضوع يعني الاكبر والاهم ان دي مش اول مرة تحصل، وغالبا مش هتكون اخر مرة. هنا بس عندنا سؤال بيفرض نفسه: كيف يتم معاقبة وملاحقة المسؤولين المتورطين في فضيحة سمعة مصر في الخارج؟ العالم كله عرف ان مصر بتبعت ناس مزورة، بتبعت ناس بتقول ان هم ما بيشوفوش وهم اصلا بيشوفوا، وما بياخدوش الموضوع ان دي هجرة غير شرعية. وحتى لو هجرة غير شرعية فهي دي بتسيء لسمعة مصر في الخارج. فلو سمحتم حد يقول لنا ازاي هيتم معاقبة الناس ديت وهم مسؤولين اكيد داخل الوزارات او داخل الاتحادات. وحتة ان انت عايز تعرف هم منين او هم ازاي او هم فين، ابدأ من الجمعية دي، مين اسسها وازاي انشئت ومين اول ناس بعتوا وراحوا لمين ومشوا ازاي، كده تعرف كل حاجة، عشان خاطر ما نجيش بعد كده نلاقي سمعتنا في العالم كله أسوأ ما هي عليها، وبالبلدي كده احنا مش ناقصين. في نقطة تانية برضو كانت جات لنا على أبو تريكة باختصار شديد جدا. في كلام على أبو تريكة اللي أنا شخصيا ما بحبش أتكلم على قيمة زي قيمة أبو تريكة. الموضوع برضو باختصار إن أبو تريكة كان بعتوله من الجزائر إنه يحضر حفل تسليم جوائز الرياضيين في الجزائر. حاجة مشرفة لشخص أبو تريكة ومشرفة لمصر كلها. الراجل سلم اللاعبين الجزائريين، وكان من ضمنهم رياض محرز لاعب ليستر سيتي، وبعض اللاعبين المحليين كأفضل لاعب في الجزائر وكأفضل حارس مرمى وي 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 وي. وبعد ما خلص كان ليه كلمة لما جيت اتكلم عن القضية الفلسطينية. هو اتكلم بشكل شخصي، ما تطرقش لحد وما تعرضش لحد. ابو تريكة لما جيت اتكلم قال انا في وصية موصيها لما اموت يعني يدفن معايا التيشيرت اللي كنت كاتب عليه تعاطفا مع غزة في مباراة مصر والسودان في كأس الأمم الأفريقية، ده يكون معايا في القبر ويتم دفنه معايا. والله هو حر، دي حاجة شخصية مالناش دعوة بيها، مش يعني ما لا هتشغلني ولا هتشغل أي حد تاني. لكن احنا عندنا في مصر لا، ازاي وبنتطرق لحاجات صعبة جدا وبندخل الراجل في متاهات وفي قصص وفي مواويل. وانا عايز اقول نقطة ان ابو تريكة دائما بيكون اذكى من معظم الاعلاميين او معظم الذين ينتقدوه ومعظم الناس اللي بتتربص له ومستنيانه الغلط. الراجل اتكلم بشكل شخصي واتكلم على غزة والقضية الفلسطينية بشكل عام، ما دخلش نفسه في اي حسابات ولا حسب نفسه على اي نظام. لكن احنا هنا في مصر بعض الاعلاميين نسبوه لحماس ونسبوه ان الكلام ده موجه لحماس ونسبوه ان هو بيدعم الحماس والحمسوية، عشان والحمسوية دول بيقتلوا الشرطة وبيقتلوا الجيش في سينا وهم سبب في دمار مصر. هو راجل ما اتكلمش في اي حاجة من الحاجات دي ومتطرقش لأي نقطة من النقط دي. هو الراجل اتكلم بشكل عام على القضية الفلسطينية، وهو حق أصيل له سواء كان بقى في وسيطه أو في كلامه. هو ما تعاملش وما تطرقش للمرة المليون، هقولها لأي حد
ولا تطرق لأي موضوع بشكل شخصي. لكن احنا عندنا ما بنفوتش الحتت دي، ولازم نحطه في عراق وفي خناق وفي مشاكل، و نقلل من قيمته اللي العالم كله بيقدرها وبيحترمها إلا بلده. عايز أقول معلومة أخيرة عشان خاطر الناس اللي قالت طب هو ليه أصلا بيتكلم على فلسطين في الجزائر، وليه بيتكلم عن الحاجات ديت ومش عارف ايه، والحاجات اللي احنا بنسمعها كالعادة، وانا شخصيا سمعتها من كذا حد في ال 24 ساعة الأخيرة من خلال معرفتي الشخصية ببعض الناس من شعب الجزائر. الناس دي مهتمين فعلا جدا بالقضية الفلسطينية بشكل كبير، وعندهم الموضوع دوت موضوع حساس قوي وحيوي جدا، ودايما بيعتبرونا بأننا الأفضل أو الأقرب لفلسطين، فدايما بيكونوا حاطين أملهم علينا كتير. طبعا هم ما يعرفوش اللي احنا فيه والمعاناة اللي احنا بنعيشها، سواء في سينا سواء هم حتى لو بيشوفوا في الميديا، لكن ما بيعيشوش اللي احنا ممكن نكون بنعيشه. فحتة ان ابو تريكة يتكلم على موضوع زي دوت، اعتقد ان كل اللي شاف الفيديو هيلاقي ان ابو تريكة لقي يعني بترحيب شديد جدا بعد ما اتكلم في النقطة دي. وده لو هيدل على حاجة يدل ان الناس اصلا مهتمية قوي 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 بالموضوع ده. فابو تريكة ما جابش حاجة من عنده، ما قالش الا ان هم الناس قد يكون في حد كلمه في الموضوع دوت، او هو بحسه الذكي فهم ان هم يعني مهتمين بالموضوع دوت وبدأ يتكلم عليه. في النهاية ابو تريكة حر يقول اللي يقوله ويعمل اللي يعمله، فاحنا مش من حقنا نحاسبه على حياته الشخصية. احنا لو نقدر نحاسبه فهنحاسبه على ما قضاه وعلى ما اسعدنا به من خلال مسيرته الكروية اللي اسعدت كل المصريين، مش بس مشجعين النادي الاهلي والاهلاوية، لا كل مصر كلها اللي فرحت باهداف وببطولات اللي جت من خلال ابو تريكة. فمش عايزين نشخصن الامور ونقلل من قيمة كبيرة زي قيمة ابو تريكة. وفي النهاية برضو احنا متواصلين معاكم من خلال صفحتنا على الفيسبوك عيشها كورة، تقدر تبعت لنا وتقدر تستمتع لكل الحلقات اللي بتنزل، وتقدر تقول لنا استفساراتك واهم الحاجات اللي انت عايز تعرفها او تسمعها، واحنا هنجيب لك المعلومة الاكيدة والخبر اليقين. مستني كومنتاتكم ورسائلكم على صفحتنا على الفيسبوك عيشها كورة. كنتم مع محمد إبراهيم في عيشها كورة.